اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. طبعا كلنا شفنا الفيديو بتاع اسماء شريف منير اللي حلقت فيه شعرها قدام الكاميرا، وشفنا رد فعل الناس واراء الناس في الفيديو اللي عملته اسماء. ولكن النهارده هنتكلم عن رد فعل شريف منير والفيديو اللي عمله وردوا على الناس اللي زعلانه او متضايقه من اللي بنته عملته. وطالع شريف منير في فيديو مدته اكتر من دقيقتين بيغلط الناس وبيلومهم وبيغلط فيهم على اللي بنته عملته او رأيهم في اللي بنته عملته. وقال في الفيديو بتاعه: اوعوا تفتكروا اني هاجي على بنتي عشان اكسب رضاكم، اللوك عجبني وبنتي متربية كويس جدا وهي حرة وما غلطتش في حد فيكم. اسماء انتي شكلك زي القمر وخدتي الترند، برافو عليكي. يعني حضرتك معترف ان اللي عملته بنتك مجرد ترند، لا عشان الصبغة اللي قصفت شعرها ولا عشان الغدة اللي بتوقعه ولا هي حالة نفسية. بس ايا كان، حتى لو كان حاجة من التلاتة دول او التلاتة مع بعض، ربنا يشفيها ويصلح حالها. ده حقها وهي حرة تعمل اللي هي عايزاه، لكن مش حرة انها تعمله قدام الكاميرا وتطلب رأي الناس، ولما الناس تقول رأيها حضرتك تطلع تغلط في الناس. هو لو ما كانش الرأي على مزاجكم تطلعوا تغلطوا في الناس؟ حتى لو هي ما كانتش طلبت رأي الناس، طالما على العلن احنا من حقنا نقول رأينا. كانت تعمله في الخفا، حضرتك ما تعملوش قدام حد. ده اولا. ثانيا، انت بتقول بنتي متربية كويس جدا. بص، دفاعك عن بنتك نقطة، وان انت تقول بنتي متربية كويس جدا دي نقطة تانية. دفاعك عن بنتك شابو ليك، لان انت اب ومن حقك تقف في ظهر بنتك وتدعمها وتقف معاها وتقف في ظهرها. لكن لما تقول بنتي متربية كويس قولها على حق. لكن لو بنتك متربية كويس مش هتطلع تلبس عريان قدام الناس بالشكل ده. لو بنتك متربية كويس مش هتنزل البسين مع 2 شباب بالبكيني وهي ما تمطلهاش بيهم اي صلة. وبعدين حضرتك طالع بتتكلم قوي وبتغلط في الناس وزعلان منهم قوي. بنتك نفسها قالت في اللقاء ده في المهرجان ان انت ما بيعجبكش تصرفاتها ودايما ضدها. فده تناقض منكم انتوا الاتنين. يعني احنا مش عارفين انت ضدها ولا انت معاها. ارسوا على حل انتوا الاتنين. انت بتقول بنتي مش صغيرة وعندها 36 سنة وام. طب ما ياريت تبقى قدوة لبنتها. 36 سنة مش صغيرة، تعرف اللي هي بتعمله ده صح ولا غلط. لان للأسف في شباب عندنا وفي شريحة عندنا من الشباب لسه يدوب في مرحلة مراهقة او عقلهم لسه ما نضجش، بياخدوكوا قدوة وبيقلدوكوا. الناس البسيطة اللي انت طالع تكلمها وتقول لها شوفوا اهاليكوا وشوفوا عيالكوا وشوفوا اخواتكوا. لو حضرتك بتتكلم عن الشريحة البسيطة اللي زينا، لا احنا متربيين كويس وعارفين ولادنا وعارفين اهالينا وعارفين اخواتنا. لكن لو بتتكلم عن الطبقة بتاعتكوا فانتوا احرار بقى، انتوا ملكوش لحاكم ولا رابط. فانت مش من حقك تطلع تغلط في الناس طالما اللي عملته بنتك عملته على العلن وطلبته من الناس. واللي عملته بنتك محرم شرعا، وفي الشرع وفي السنة وفي الدين اللي عملته بنتك مش مستحب ومش حلال. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اللي بتحلق شعرها واللي بتشق هدومها واللي بتصوت لما بتجيلها مصيبة، وقال ان هو مش راضي عن التلاتة دول. وفي الدين وفي الشرع لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهين بالرجال. فشرعا وفي السنة اللي عملته بنتك ده ما ينفعش وما يصحش. فما تطلعش تغلط في الناس لما تبقى الناس على حق. إذا بوليتم فاستتروا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.